هذه القصة عجيبة جدا. في اثنين من الصحابة أسلموا مع بعض، كان واحد منهم مجتهدا في العبادة زايد على الثاني في العبادات، الثاني عادي طبيعي بس هذا مجتهد. فمات الذي كان مجتهدا في العبادة في القتال في سبيل الله، مات مجاهدا. بعد سنة من موتة هذا في الغزوة شهيد وكان مجتهد، الثاني مات موتة طبيعية على فراشه، لم يمت مجاهد في سبيل الله. يقول طلحة فرأيت في المنام أن الذي مات على فراشه قد دخل الجنة قبل الشهيد، قبل صاحبه الذي مات مجاهدا في سبيل الله. شلون يدخل الجنة قبل هذاك؟ يدخل الجنة يعني هو أحسن، يعني يسبقه في الجنة أحسن منه. فأخذ يحدث بهذه الرؤيا متعجبا. فرحق النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أنا شفت منام كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم أو تعجبون من ذلك؟ يعني أنتم ليش مستغربين؟ قال يا رسول الله هذا كان مجتهد وشهيد وهذا لا، شلون يسبقه في الجنة؟ فقال أليس قد عاش بعده سنة؟ قالوا بلى. ألم يصم بعده رمضان؟ قالوا بلى. قال فبهذا، هذا الرمضان الواحد خلاه يسبق المجتهد الشهيد بدخول الجنة. فصيام رمضان وأن يبلغك الله عز وجل قيامه من أعظم الفوز. وهذا يخلينا نحس بنعمة رب العالمين إن يا رب بس خلنا أوصل رمضان، خلنا نضيف حق رصيد رمضان. فادعوا الله عز وجل أن يبلغك رمضان. ابن الجوزي رحمه الله يقول تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الشهر المبارك